بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الأمنيات السعيدة أو صباح الأمنيات السعيدة على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا داخل مصر وخارج مصر. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في القناة على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه إن شاء الله. النهارده أنا هعمل معاكم عصاير ترند حلوة جدا جدا، وطبعا قبل ما انزل اي حاجة انا جربتها والصراحة عجبتني كتير والطعم روعة، بتروي العطش كده وحلوة جدا جدا وهتعجبكم سواء في رمضان او غير رمضان. انا هعمل وصفتين، هعمل البرتقال مع الزبادي وهعمل الليمون مع الحليب. حلو جدا جدا الصراحة وعجبني كتير، وحبيت اشارككم الفيديو عشان تعملوا الوصفة الجميلة دي. ممكن تستخدموها زي ما قلت لكم في رمضان، تستخدموها غير رمضان، حلوة جدا الصراحة. المكونات بتاعتي هنا السكر ومعايا الليمون والحليب، ده اللي هستخدمه لعصير الليمون، والبرتقال والزبادي والمية ده لعصير البرتقال، والسكر طبعا على حسب الرغبة. هنبدأ بالوصفة الأولى. انا كده هبشر شويه من قشر الليمون، طبعا الليمون ده غسلاه كويس، حاجه كده خفيفه بس اللي هاخدها من على الليمون من فوق. وقطعت الليمون اللي معايا بس كده. انا هوري حضراتكم بس ان انا هشيل الحته اللي في النص عشان بتمرر العصير. كده جهزت الخلاط بتاعي، هحط فيه بشر الليمون وهنزل بالليمون كده، وهصب عليه الحليب والسكر زي ما قلت لكم على حسب الرغبه. هنزل بكمية السكر وهضربه في الخلاط ضرب كويس جدا واصفيه، وهتشربي احلى عصير ليمون بالحليب، حلو جدا جدا. كده صبينا العصير وصفناه كويس. كده هصب العصير، جربيه الصراحة روعة. بص الجمال، القوام حلو والطعم احلى كمان. وبألف هنا وشفا على الوصفة الأولى. يلا بقى نعمل مع بعض الوصفة التانية، سهلة جدا برضو وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. هنبشر برضو برتقان بالطريقة دي. هناخد شوية من بشر البرتقان، قشرت كل البرتقان وقطعته كده، ومعايا كوباية من عصير البرتقان. بدل ما احط كله مية ممكن احط كوبايه من عصير البرتقال واحط جزء من الميه. لو انت عايزه تحط كله ميه مفيش اي مشكله، بس كده احلى وبيبقى تقيل وطعمه حلو. هحط جزء من السكر في الطبق وانزل عليه ببشر البرتقال واقلبه كويس جدا جدا لغايه ما يطلع الريحه الحلوه اللي في قشر البرتقال. هنزل عليهم كمان بالزبادي، الصراحه الريحه ما اقولكوش تحفه. بشر البرتقال نكهته قويه جدا جدا. بعدين اجيب الشفشق الخلاط وهنزل عليه بالبرتقال اللي احنا قطعناه وكمان عصير البرتقال، وهنزل بالخليط اللي احنا عملناه من الزبادي وبشر البرتقال والسكر. زي ما قلت لك عايزه تضيفي عليه ميه بس مفيش اي مشكله، واضربهم في الخلاط وهنصفيهم زي ما عملنا كده في الليمون. والنتيجه الصراحه روعه، هتشوفي قوام وطعم خطير. جربيه على الفطار في رمضان او في الصيف، الصراحه تحفه. شايفين الجمال؟ بصوا بقى قوام العصير تحفه واللون خطير، بشر برتقال فيه تحفه. ده اللي بقول لكم عليه، لما تضيفي عصير البرتقال مع جزء من البرتقال هيديك القوام واللون الحلو الجميل ده. يلا بقى قولوا لي ايه رايكم في الفيديو. 2 عصاير روعه تستخدميهم في رمضان وفي الصيف حكايه. انا هنا كنت خلصت الفيديو، عملت عصير الليمون بالشكل ده بالحليب، الصراحه حكايه، وكمان عصير البرتقال. جربوها هيعجبكم كتير. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله دايما يا رب على خير.